السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجموعة لا كالعادة الأولياء هم اللي يقعدوا قدام الكاميرا ورا الميكروفون في كل وقت وفي كل حين، والولي يقعد قدام الكاميرا والميكروفون ما هو خايف من ينفضح أبدا، لأن الولي ما لا يتراه أبدا واكل قيمة حد، ولا هو منمم عنه ولا هو مجوسس عليه، ولا هو قايل خبر كاذب يقول له واحد يكذب واحد ثاني، ولا هو قايل كلمة خاسرة يقول له واحد ثاني كلمة أخسر منها، ولا هو منافق ولا هو مطبل ولا هو متوشوش أبدا. الولي ش عنده؟ الولي عنده شي من الأفكار، الولي عنده شي من الحكم، الولي عنده شي من الاجتهادات، الولي عنده شي من الفتاوى من خلالهم ينهض الأمم والشعوب والأوطان والمجتمعات. هذا اللي هو الولي. ونحن المسلمين أذكياء نطلق عليهم أولياء، لأن الذكاء يجبر في الجماد ويجبر في النبات ويجبر في الحيوان ويجبر في الكفار. إذا نعود في الإنسان مسلم نطلق عليه ولي من أولياء الله. والولي ما يروا ثنتين ما يزيد عليهم أبدا، والله بمرته وحده. مرات الولي الثنتين هما شنو هما؟ هو الأول أنه عاصم حافظ مولانا من النواقص، إذا عاد ما هو عاصم حافظ مولانا من النواقص. والنواقص نتاعهم هما الجهل، لأن الجهل يؤدي للفرقة والخلاف، الجهل يؤدي لقلة الإجماع، الجهل يؤدي للرخيصة، يؤدي للدناءة، يؤدي لأكل الغيبة والنميمة، يؤدي للنفاق والتطبال، يؤدي للتوشويش، يؤدي للكذب، يؤدي للكلام الخاسر. ما خالق رذيلة يسوى هي الشرك هي ما سببها الجهل مباشرة. والجهل يعود في أمة والله في مجتمع والله في الشعب والله في بلد والله في إنسان خط عليه عاد أمة من الحيوان مباشرة. والجهل هو الزقير، هو بالحسانية الزقير. حد جاهل معناه إنه زويق مباشرة. وأمة فيها الزقير هذه عاد أمة حيوان مباشرة. والمرة الثانية للولي إنه مولي لا تتره، معناها إنه عاقل. هي فهم عكس فهم الزقير اللي هي الجهل، وفهم العقل مباشرة. وهو إنه لا تتريح عليه ما مشيت به يقوم دافع، إذا قس به العلم هو عالم، وإذا قس به الفقه هو فقيه، وإذا قس به السياسة هو سياسي، الاقتصاد هو اقتصادي، والترفيه كاع هو بلو وأصله. هذا اللي هو الولي مباشرة. معناه أنه عاقل عليه ما مشيت العقل عليه ما قست به بلاد هو واخذ، والزويق عليه ما مشيت به يوحل. والزويق هذا والغبي كيف تزوي كيف تشاري محملة بالكذب ومحملة بالويل الأحمر ومحملة وكيل الغيبة والنميمة والنفاق والكلام الخاسر والتوشويش والكذب والنفاق والتطبال. فهم على قدره ما قاعدة تحرك، ما هي قاعدة تحرك بهذا اللي رافدة على قدره شوية تطيرها مباشرة. وأنا ولي من أولياء الله وذكي من أذكياء الأمة. واللي قال إني ماني ذكي والله ماني ولي يتفضل، والله ماني عاقل يتفضل، اللي هو ذكاء جاي من العقل يتفضل. عندي مليونين من الشهور زايدين على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى وبثوث حاجات عرض لي هو واحد منهم، إلا هو واحد منهم. إذا ما نقلب حمار حالا قصقر يقولوا لي أنت مانك ولي ولا أنا ذكي مباشرة. موضوع اليوم اللي نتكلم فيه هو عن عن نحن لماذا نصلوا 17 ركعة في النهار واجب؟ لماذا؟ يرجع ذاك عدد أركان الصلاة. الصلاة عندها 17 ركن معناها أن 17 ركن نجيبوها، وهي السر في صلاتنا 17 ركعة مباشرة. معناها أن معناها أن السر هون هو شنو؟ هو 17 ركن من أركان الصلاة مباشرة. هذا هو. ولين خرصوا الدستور فرق تسد الحكومات فرق تسد ومن 91 جاي مباشرة. نشرة عندها نشرة واحدة طيارة، نشرة واحدة للأخبار مباشرة رئيسية مباشرة. معناه إنه إنه واجب عليهم ولا ركعة واحدة يطير مباشرة، وركعة واحدة تلقى قاعد على الميت مباشرة. معناها من دستور فرق تسد جاي من 91 جاي من الساعة اللي حكمت أمريكا الساعة جاي والدولة ما تخارج. يعني تقول حد الدولة يقوم يضحك يقول لك منين هي؟ أنا عندي كويزيا بات رابطة بالطراري مباشرة خايف علي. لو كانت في دولة تأمن لي باطل لا قازيد مدوايا كاع وتعليمي كاع وشغلتي هذا كاع أنا منين هو ما هو خالد مباشرة هو خالد. وأنا عارف ذيك الساعة ذاك اللي خلق 91 ومكنت من التيفاء ومكنت من كل شيء ونخط على دولة موريتانيا ما تخارج عاد في التيفاء ظل ماشي به ظل يردح به مباشرة. وهذا نحن نعرفه. إذا هذيك المرحلة خضناها وهذيك المرحلة خضناها وذيك الفتوى خضناها اللي لزمتنا ديك الساعة بأننا نبركوا عن ذيك الأرياح وعن أمريكا وحديقة القطب مباشرة. ونساه خيام ما نبركوا فيها تخطى عن الرياح، الرياح تخطات مباشرة والتالي بينها كاع يا مسقع مباشرة.
استسلام أوكرانيا الحكاية ثم نحن حاكمتنا فتوى من 91 جاية له، ما كنت يا فخامة الرئيس عاد تبقي تصلي وتجيب لك صلاتك كاملة ما هي ركعة المسجد، اقلع عن الدستور فرّق دستور، اقلع عن الدستور فرّق دستور، وعارف إنك لما تقعد يجي واحد ثاني يقعد، وعارف هاي اللي ما خرق العادة ما تخرق له العادة، والسابق ما عاد كيف الرؤساء السابقين خرق العادة مباشرةً، وأصلي 17 ركعة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المجموعة.